اتكلمنا قبل كده هو على كرييتورز اتش كيو، واتكلمنا على الايفنت اللي احنا حضرناه. مش عايز اتعظم بقى في الايفنت اللي انا حضرته دوت، يعني احنا جامدين بس مش كده. لا باظ. بص يا سيدي، ده مش بس فكره ان هو كان لانشنج لليوتيوب اكاديمي، ده كان بيدلنا حته كده في النص كده اللي هي ايه، انا ممكن اديك ايه، انا ممكن اعلمك ايه، اعرفك ايه. فكان في محاضرات. خلي بالك اليوم دوت الناس اللي كانت بتدي المحاضرات مش ناس سهله، مش ناس صغيره، مش ناس بوزيشن بتاعها او مركزها جوه اليوتيوب حاجه قليله، لا دي كانت ناس تقيله جدا، فاهمه كويس جدا يعني ايه يوتيوب. عارف انت تفهم بحر انت فاهم في البحر انتوا فاهمين بحر؟ هي نفس المبدأ. انت فاهم يوتيوب؟ مش فاهم؟ تعالى انا هفهمك. انا هعرفك يعني ايه اناليسز، انا هعرفك يعني ايه سي بي ام، انا هعرفك انك ازاي تخطف من الترند، ازاي تعرف الترند، ازاي تستخدم الاي اي تولز. عرفنا حاجات كتير قوي، واتكلمنا على حاجات كتير قوي، واتكلمنا على خبرات ناس كتيره قوي، اتكلمنا على يعني ايه كلمه استمراريه، دي مهمه جدا جدا. استمر. يعني انا طلب مني assignment معين لليوتيوب، انا اوريدي بعمله دلوقتي، يعني ده جزء منه اللي انا بعمله دلوقتي عشان اوصل لحاجه محدده. انا ما كنتش هعرف الكلام ده غير لما رحت وقعدت مع الناس هناك. فانت ايفنت زي دوت لما هيكون متكرر وان هو هيكون اكاديمي اصلا متاحه وموجوده، ده مش حاجه مفيده بس، ده كنز مش صغير ومش قليل خالص. مش بس ادالك ان انت تقدر تقعد مع او تشوف وتتكلم مع المسؤول عن الشورتس في اليوتيوب في الشرق الاوسط، او المسؤول عن الاناليسز او حاجه زي كده، لا ده سابك ممكن تقدر تقعد مع الدايركتور والمانجر بتاع يوتيوب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كله قدامك 1 to 1، تقدر تساله، تتكلم معاه، تستفسر منه على اي حاجه. والناس كانت فعلا متعاونه ومتفهمه ان انت تقدر تسال في اي اسئله حتى لو تافهه. يعني انا رحت لطارق امين، اتكلمت معاه في سؤال تافه وقلت له انا عندي سؤال تافه معلش استحملني. الراجل بكل لطافه وبابتسامه جميله رد عليا، مش قال لي انت مين يعني ولا بتاع، لا رد عليا رد منطقي جدا، قال لي مفيش حاجه اسمها سؤال تافه، اسال اللي انت عايزه. وقعدنا اتكلمنا تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق، بس ال5 دقايق او ال10 دقايق دول نوروا في دماغي افكار لليوتيوب، افكار للكلاينتس عندي نوت في المكان، ميني مشروع كده هوت ممكن ازق فيه او اشتغل عليه جوه المكان هنا هوت. 5 دقايق 1 to 1 قدامي طارق امين بنتكلم مع بعضينا، نوروا لي حاجه. ما بالك بان مثلا قعدت نص ساعه بسمع عن الاناليسز، وانك ازاي ترتب اصلا ال التيبل بتاعك بتاع الاناليسيس بتاع كل حاجه، بحيث ان تسهل عليك وتدور فين وتروح عند انهي بوينت وتشوف انت دوت ماشي صح ولا ماشي غلط، طب لا نعدل. واتعلمت ان انا ممكن اعدل على اليوتيوب. انا كنت فاكر حاجه غريبه جدا، ما اعرفش منطقيه ولا مش منطقيه، هل عندكم انتوا كمان زيي ولا لا، بس انا كنت فاكر ان انا ما اقدرش اعدل في المحتوى جوه اليوتيوب. اليوتيوب كده هيبوظ مني، هيخرب، الدنيا هتقع مني يعني. لا، انت ممكن تعدل في المحتوى، ممكن تغير في المحتوى، ممكن تعمل حاجه بعيده عن المحتوى بتاعك وترجع تاني، ممكن تعمل حاجه تانية مختلفه عن المحتوى بتاعك جوه الشانل بتاعتك. يعني انا اتكلمت معاهم قلت لهم انا دلوقتي بقدم محتوى بودكاست وليه علاقه شويه بالكوره، هل اقدر ان انا افتح شانل تانية عشان اتكلم على التكنولوجي او اتكلم عن الاستوديو عندي والاضاءات والمايكات والكلام دوت؟ لقيتهم بيردوا عليا بيقولوا لي لا، ما تعملش ده مش صح. انت كمل على الشانل بتاعتك طالما في عندك بيز وعندك فان بيز موجوده، كمل عليها، ما تبتديش من الصفر تاني، وما تبتديش من الاول تهاتي وتعاني. البدايه صعبه. اتعلمت منهم ان الكلمه الثابته دايما هي الاستمراريه. استمر، طالما عندك حاجه انت مؤمن بيها استمر، ما توقفش ان شاء الله لو اسبوع او يوم، استمر وافضل دايما بتصور وعندك محتواك وعندك الحاجة اللي انت مؤمن بيها. صورت بكواليتي قليل، صورت بكواليتي عالي، مع ان كانوا بيشددوا على فكرة الكواليتي. كل ما بتعلى بالكواليتي كل ما الدنيا بتبقى احسن، كل ما بيجي لك البراند او المعلن او الحاجة زي كده بتجي لك اسهل، كل ما المتفرج خلاص بدأت عينه كمان تتحول لحتة ان انا بدأت اشوف 4K والدنيا مزهزهة يعني، واضاءات وحاجات زي كده، مش تصوير عادي. بس كبداية
ابدا بالموبايل، ابدا باللي انت عايز تبدا بيه. هنتكلم كتير على فكره اليوتيوب اكتر وهنتعمق فيها اكتر، بس أنا كنت عايز اشرح لكم ان ايفنت واحد صغير، مش صغير قوي صراحه لان ده ما كانش ايفنت صغير، ايفنت واحد حضرته في كرياتورز اتش كيو فرق معايا انا، فرق في طريقه تفكيري، اتعلمت حاجات كتير، اتعرفت على ناس كتيره وكبيره مش قليلين. فانا بنصح اي حد، واكيد هو مش عايزين دعايه مني ومش محتاجين دعايه مني، بس انا بنصح اي حد عنده الاوبشن ان هو يقدم في كرياتورز اتش كيو، وانا هسيب لكم اللينك بتاع كرياتورز اتش كيو تحت، قدمه، انت المستفيد. ولو وصلت معايا للحته ديت ما تنساش يعني اللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس. كان معاكم مينا الدويني، سلام.